أهلا بكم يا أصدقائي وحلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان. كلنا شفنا الإعلان الأول واللي أثار تساؤلات كتيرة، منها إزاي اكتشف صوفيا ولوكاس إن ألباي هو اللي قدر يهرب فاطمة وصاروجة ويوسف، وكمان هل هينجو ألباي من لوكاس بعد إصابته؟ ولو قدر ينجو إزاي هيهرب من لوكاس وصوفيا؟ وهل هيعرف عثمان إن ألباي هو حفيد سونغورتكين، خصوصا بعد ما قابل بنت ألباي وطمنها إن والدها هيرجع للقبيلة؟ عرفنا كمان إن صوفيا حطت عينيها على بالا بعد فشل خطف فاطمة، وفعلا شفنا بالا وغونجا وهلوفيرا وهم محاطين بجنود صوفيا، فهل هتقدر تخطف بالا ولا هيحصل إيه؟ تابعنا يا أصدقائي بعد رجوع صوفيا ولوكاس من سقوط للقلعة، وكان هم لوكاس مين اللي قدر يهرب فاطمة؟ هل عن طريق السايس اللي نقل الأكل للأحصنة وتعرف على ألباي؟ أو عن طريق مين اللي قال إن الأسرى هربوا من القلعة لما جاء أروهان وعلاء الدين علشان ينقذوا فاطمة، وساعتها الجنود تكون اتعرفت على ألباي؟ أو لوكاس هيبدأ يراقب اللي هيخرج من القلعة بعد ما تعرف إنهم بيدوروا عليه ويلاحقوا لوكاس بعد ما يخرج من القلعة؟ أو لوكاس يسرب خبر ينقله ألباي ومن خلاله يتعرفوا عليه؟ يا ترى هيكشفوا ألباي إزاي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله، تابعون.